ذكرت تقرير إعلامية مصرية أن نادي الأهلي المصري وضع اسم الظهير الأيسر المغربي يوسف بالعمري لاعب الرجاء الرياضي ضمن دائرة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز مركز الجهة اليسرى. ويأتي هذا الاهتمام بعد إصابة الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله، الأمر الذي دفع المدرب مارسيل كولر إلى المطالبة بضم ظهير أيسر جديد استعداداً لخوض غمار كأس العالم للأندية. وحسب المصادر ذاتها، فإن التحرك نحو بالعمري لا يزال في مرحلة المتابعة، حيث من المنتظر أن تتضح ملامح مستقبل اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ترقب الأهلي لموقف المصابين ومواصلة بحثه عن خيارات لتعويض الغيابات في الجهة اليسرى. أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أن موسم الدولي المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي المصري قد انتهى بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز أمس السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات حسم لقب الدوري المصري. وغادر عطية الله أرضية الملعب متأثرا بإصابة عضلية، ليؤكد شوبير عبر إذاعة ون سبورت أوف أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة شهر على الأقل، ما يعني نهاية موسمه مع الأهلي. وانتهت المباراة بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل 1-1، ليعزز بيراميدز صدارته لجدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقي 6 مباريات لكل فريق. إلى اللقاء.